محتاج تفهم البيرن اوت جاي منين علشان تتعامل معاه، علشان تشيل الكوزز، ما تبقاش بس بتتعامل مع السيمبتومز. فزي ما قلنا يعني لو عكسنا، احنا قلنا ان اللي بيجيب البيرن اوت هو ان انت تبقى في حاله ديس الاينمنت، او اللايف ستايل بتاعك وشغلك ما يبقاش متوافق مع احتياجاتك النفسيه وشخصيتك. فعشان انت تغير ده، اول حاجه محتاج تعملها ان انت تعرف نفسك، تبقى فاهم هي شخصيتك دي ابعادها ايه ومحتاجه ايه، احتياجاتك ايه، وبناء عليه تبتدي ان انت تبني حياتك وتبني الروتين بتاعك بطريقه تحقق احتياجاتك دي. وده مش معناه على فكره خالص، يعني اتليست بالنسبه لاغلب الناس، مش معناه خالص ان انت محتاج تغير شغلك مثلا او تغير دراستك. انت ممكن لو هي مش مناسبه قوي ليك، يعني في حالات اكستريم طبعا، في حالات ممكن تبقى مش مناسبه ليك خالص وهتفضل دايما struggling لو انت كملت فيها، بس في حالات كتيره قوي ممكن اعمل تعديلات في الطريقه اللي انا ببص بيها للامور، في الطريقه اللي انا بعيش بيها حياتي. ممكن ازود حاجات في حياتي الشخصيه بره الشغل تعوض شويه الحاجات اللي بتبقى ناقصاني في احتياجاتي جوه الشغل. فلات سي مثلا ان انت شخص سوشيال جدا، او من ضمن احتياجاتك يعني النفسيه السوشيال كونكشن، ويعني بطبيعه شغلك ده مش متحقق قوي، بتشتغل في مكتب لوحدك، مفيش ناس كتير to interact with socially وهكذا. مش لازم ان انت تغير شغلك، ممكن ببساطه تزود السوشيال كونكشنز بره الشغل على قد ما تقدر. ودلوقتي بقى في طرق كتير قوي ان احنا نعمل كده، يعني ممكن ندخل فيها بالتفصيل في وقت تاني. فكره في ده انه عشان اصلا تبتدي تفكر ازاي تعمل ده، محتاج الاول تعرف نفسك وتفهم احتياجاتك كويس قوي، وتفهم يعني الاحتياجات قصه كبيره وليها 3 ليفلز، انت محتاج تفهم نفسك في كل ليفل من ال3 دول. يعني دي اهم حته. والمشكله ان اغلب الناس اللي انا بشوفهم اتليست، او يعني بيست على الاكسبيرينس بتاعتي في الكلام مع الناس بتبتدي معايا وهي ما عندهاش اي فكره عن احتياجاتها. فدي المشكله، ان انت بتبقى محتاج تعرف وتفهم احتياجاتك.